ايه ذنب الشخص اللي هيدخل حياتي وانا كنت مخطوبة قبله لحد حبيته اكتر من نفسي وللاسف حصل تجاوزات ندمانة؟ ايه ذنب التاني؟ ملوش ذنب لان هو مش خسران اي حاجة. لانه عيب اللي انت بتعمليه في نفسك. انت مش سلعة. سيبك من التشبيهات اللي منتشرة على السوشيال ميديا على اساس ان انت عربية، واللي بيركب العربية خلاص كده بقت عربية مستعملة، والعربية مستعملة ايه الكلام الفارغ ده؟ عيب. انت بني ادمة مش سلعة. فما تعامليش نفسك كسلعة. ما يصحش. وفي كل الاحوال تصرفاتك وجسمك ملكك بتاعك. انت اللي بتدفعي ثمن تصرفاتك واختياراتك، حلوه كانت او وحشه. انت اللي بتدفعيها. محدش ليه دعوه بالموضوع. الماضي بتاعك العلاقه اللي ما بينك وما بين الشخص اللي بعد كده هتكون بناء على الوقت اللي انتوا مع بعض فيها. لكن غير كده محدش له فيه. ما تصغريش نفسك. ما تقلليش من نفسك. عيب.